هو انت من الناس اللي دايما متأخر في المذاكرة ومتراكم عليك مذاكرة كتير، نفسك تبتدي مذاكرة صح وتبدأ صح وتبتدي تنجز بس مش عارف تبدأ ازاي؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعض. انا شيرين غنيم. النهاردة هقولكوا على اهم واقوى 3 طرق وعادات تحسن بيها مستواك في المذاكرة وتبتدي تذاكر اكتر وتنجز اكتر وكمان في وقت قليل ومن غير ما تبذل مجهود كبير. اول حاجة عندنا وهي حاجة احنا للأسف مش بناخد بالنا منها قوي، ان احنا بنذاكر في نفس المكان اللي بننام فيه. هو انا طيب لما اذاكر على نفس المكان اللي انا بنام فيه ده ممكن يأثر على طاقتي وانا بذاكر او ممكن يأثر على تركيزي؟ اولا يا جماعة العلماء قالوا ان السرير فيه طاقة دي طاقة نوم، طاقة راحة، لان انت بتنام على السرير ده فبالتالي بقى فيه طاقة النوم وطاقة الراحة وطاقة الاسترخاء. ده غير ان كمان عقلك الباطن متبرمج وبيوحيله ان ده وقت النوم لان هو رابط النوم بالسرير، فانت بالتالي لما بتذاكر وانت قاعد على السرير دماغك بتبقى فاكرة ان ده وقت النوم، فده بيأثر جدا على تركيزك وعلى طاقة جسمك ان هي بتكون منخفضة جدا ومستعدة ان هي تنام. لازم 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 تخصص مكان للمذاكرة بعيد خالص عن اماكن النوم او عن الاماكن اللي بتشتت انتباهك او فيها دوشة كتير او فيها ناس رايحة جاية او فيها اكل او اي حاجة. المكان ده يبقى للمذاكرة فقط، فلازم تعمل مكان مخصص للمذاكرة، ده هيفرق معاك جدا ويخليك تنجز اكتر وتذاكر وانت مركز اكتر. تاني حاجة عندنا اختار الوقت الصح اللي تذاكر فيه. زي ما هتخصص مكان للمذاكرة لازم تخصص وقت كمان للمذاكرة وفق طبعا الساعة البيولوجية للدماغ. العلماء كلهم اجمعوا ان في ساعات معينة في اليوم بيبقى الدماغ فيها في اشد حالات تركيز وبيبقى في حالة يقظة. اول حاجة الصبح بدري، قالوا ان الصبح بدري ده اكتر وقت بيكون الدماغ فيه نشيطة جدا وفي حالة يقظة وبتقدر تتلقى معلومات كتير جدا، تقدر كمان تفتكر ارقام واحداث حصلت من زمان جدا. قالوا من حوالي الساعة 4 الفجر لحد الساعة 8 الصبح. تاني وقت والدماغ فيه بتكون يقظة جدا هو بيكون من حوالي كمان الساعة 8:30 أو 9 لحد الساعة 3 العصر. دول الوقتين اللي الدماغ فيهم بتكون في حالة يقظة كبيرة جدا وتقدر تتلقى معلومات كتير جدا، فده أنسب وأحلى وقت للمذاكرة. ثالث حاجة عندنا النهاردة وهو النظام. النظام يا جماعة من أقوى وأحلى عوامل النجاح. لازم تبقى عامل جدول منظم فيه أفكارك، منظم فيه أيامك، حياتك هتبقى منظمة، حياتك هتبقى أسهل بكتير من ما انت تصحى كده وانت مش عارف انت هتعمل ايه النهاردة. ممكن ما تظبطش معاك من أول مرة، ممكن الخطة ما تمشيش زي ما انت عايز من أول مرة ولا من تاني مرة، بس خليك مستمر. مرة في مرة دماغك هتتبرمج على الخطة اللي انت عاملها. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. أتمنى بجد تكونوا استفدتوا من ال3 حاجات دول تبتدوا فعلا تطبقوها. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله على خير.